الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم حيثما تواجدتم، سلام الله عليكم. وليد فرحان يحييكم مع الأصفر القادم من تيزي وزو. لطالما كانت المتعة الهجوم، وموسى علي هو المهاجم الايسر في صفوف فريق اتحاد الجزائر بخصوص هذه المباراة. ضربة الانطلاقة مشاهدينا الكرام في هذه متمكن من المرور مع فريق اتحاد الجزائر الى الاوقات الاضافيه قبل ان يحسم الاتحاد هذه المباراه. موسى علي على الجهه اليسرى يحاول التوزيع، يستفيد من ركنيه يلولا لمصلحه فريق اتحاد على البوديوم. نشاط انطلق على الجهه اليمنى يحضر للحمري، وجد المساحه حمري، 1 على 1 مره العرضيه من حمري كرة طويلة أمامية لمصلحة عناصر الاتحاد داخل منطقة الجزاء بحثا عن ليكونزا إلى مدني على الجهة اليسرى، مباشرة مدني لهجوم فريق شبيبة القبائل. بركان بلمسة داخل منطقة ينتظر الكثير. وصلت الكرة لإنياتوف، خطيرة لفريق شبيبة القبائل داخل منطقة الجزاء. يا إنياتوف، كم كنت قريبا من مغالطة الاتحاد في اللقطة الماضية وإعلان التقدم والأسبقية لفريق شباب الروسي. إنياتوف ونشاط من الجانب الأيمن أيضا. وصلت لبابا كرسار، ضيعتها يسار. خلدي في انطلاقة صعبة للاتحاد. الحارس خارج، خطيرة الكرة على الحارس حديك، شاهده وتابعه ونظر إليه بشق شباب بلوزداد وفريق أيضا مولودية الجزائر. بركام يحاول المرور، التمريرة البينية وصلت لإنياتوف، خطيرة لإنياتوف، ولكن الحظ لعائلة إنياتوف تتأسف لضياع هذه الكرة، فهي كانت تتمنى طبعا من إنياتوف أن يضعها الشباك في هذه الكرة الصعبة جدا والخطيرة. منطقة الجزاء الإبعاد من جانب بندريس لدفاع فريق شبيبة القبائل. عادت لمحروز، محروز يحاول التقدم، التسديدة من محروز وصار رائع. شبيبة القبائل يستعد مريلي، إسلام ينفذها، خطيرة ولكنها عادلة سلبا إلى غاية الآن بين اتحاد الجزائر المضيف والضيف شبيبة القبائل. تيريزا يلعبها داخل منطقة الجزاء، المتابعة بالراس، الكرة الثانية خطيرة لمصلحة بنزازة، فرصة وإمكانية. عادت لكسيل أبو عالية، محمد رضا حميدي يحضر بكرة صعبة وخطيرة لمداني، خطيرة فعلوها، فوجد في الوضعية الآمنة وسدد وسجل ومنح الأسبقية في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة. تحدثت في آخر ربع ساعة، قلت هذه المباراة ممكن يكون فيها هدف من جانب الشبيبة والاتحاد. رد صار